اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلي المتميز. النهارده هنتكلم عن موضوع في ناس كتير جدا سألتني عنه، وهو علاج المسامات، العلاج الصحيح للمسامات الواسعة اللي موجودة في البشرة الدهنية والبشرة المختلطة. بس في الاول خلونا نعرف ايه هي الاسباب. اسبابها ان اصحاب البشرة الدهنية او المختلطة الغدد الدهنية اللي موجودة تحت الجلد بتفرز الافرازات الدهنية. الافرازات دي زي ما ليها مساوئ ليها مميزات كتير. مميزاتها او منافعها للجلد ان هي بتحمي الجلد من اشعة الشمس الضارة، وفي نفس الوقت بترطب الجلد كمرطب طبيعي. لما بتطلع الافرازات دي عن طريق المسامات الصغيرة اللي موجودة في البشرة، كل ما الافرازات دي ما بتزيد كل ما الفتحات دي بتوسع. وفي ناس عندها افراز الدهون ده بزيادة شوية، زي ما قلنا اصحاب البشرة الدهنية واصحاب البشرة المختلطة، فالمسامات هتفضل توسع توسع كل ما الافراز الدهون بيزيد. رقم اتنين، التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن التعرض المباشر حتى لو انت حاطة صن بلوك، التعرض المباشر ده بيحفز الجلد على إفراز المزيد من الدهون أو المزيد من الزيوت، وبالتالي هتوسع المسامات زي ما قلنا. رقم ثلاثة، وهو انسداد المسامات أو الفتحات اللي موجودة في الجلد من بره عن طريق تراكم البكتيريا أو تراكم الجلد الميت، وبالتالي الغدد هتفضل تفرز زيوت زي ما هي، فهتتراكم الزيوت تحت الجلد، وبالتالي هتوسع المسامات. لما تيجي تشيل بقى الرؤوس السوداء في وقت من الأوقات هتحتاج تشيلها، فهتلاقي إن المسامات واسعة قوي أو في حفر كده مكانها. ده بياخدنا بقى ان احنا لازم اصحاب البشرة الدهنية والبشرة المختلطة يستخدموا روتين يومي لتنظيف الوجه، سواء بقى تنظيف باستخدام الغسول او استخدام المقشرات، بس لازم روتين يومي علشان يمنع الموضوع ده من بدايته، يمنع تكوين الرؤوس السوداء ويقلل او ينظم افراز الزيوت، وبالتالي المسامات هتبقى بشكلها الطبيعي، مش هتبقى زي الشكل اللي موجود في الصورة كده. طيب، آه ايه هي الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان اقي نفسي؟ الوقاية بقى ان انا ابعد عن الشمس، التعرض المباشر لاشعة الشمس زي ما قلنا، لان هو بيحفز الجلد على افراز المزيد من الدهون. رقم اتنين، ان انا استخدم العلاجات. ايه هي بقى العلاجات اللي بتستخدم لو حصلت والمسامات وسعت؟ ايه هي العلاجات؟ العلاجات دي اللي هي الكريمات الموضعية المشتقة من الريتينويك اسيد او السالسيليك اسيد. ايه هي بقى الكريمات المشتقة من الريتينويك اسيد؟ الكريمات اللي فيها ادابالين، الادابالين جل، زي الادابالين جل والماربالين جل، والادا جل. ده اي كريم فيه ادابالين جل ممكن استخدمه. رقم اتنين، التريتينوين، اي كريم فيه التريتينوين سواء تركيز ربع او نص. الاكريتين او الريتين اي جل او الاكريتين كريم زي ما قلنا. اي كريم فيه مادة التزاروتين زي الزاروتكس او الزارو، او الاكنيتاز. استخدم الكريمات دي ازاي؟ المفروض اول 10 ايام استخدم الكريمات دي على البشرة او على الاماكن بس اللي فيها مسامات واسعة، ما استخدمهاش على الجلد كامل. استخدمها يوم بعد يوم، اسيبها ربع ساعة او نص ساعة وبعدين اغسلها بمية واحط وراها كريم مرطب. بعد ال10 ايام ما يخلصوا، لو ما فيش اي تحسس للبشرة او في اي احمرار او حكة، استخدمها بشكل يومي كل يوم، واسيبها ساعة او ساعتين، وبعدين اغسل وشي بمية، وبعدين احط الكريمات المرطبة. الكريمات دي لما اجي استخدمها بس على المكان اللي فيه المسامات واضحة او ظاهرة، ما استخدمهاش على على الوش كامل، لازم استخدمها بس على المكان. وعشان نكون واضحين ان مفيش علاج سحري للمسامات الواسعة عشان دي بتبقى طبيعة بشرة. فعلشان انا اعالج الموضوع ده لازم استخدم الكريمات دي بانتظام وباستمرار، اخليها روتين كده، بعد الغسول كل يوم بالليل احط الكريم. الكريمات دي بتحسن جدا جدا من شكل المسام وتقلل حجمها. يعني لازم اخليها روتين، يبقى الروتين بالليل بتاع البشرة الدهنية والمختلطة اللي فيها مسامات واسعة لازم استخدم الغسول الاول، وبعدين احط الكريم ده اللي هو اي واحد من الريتينويك اسيد او المانديليك اسيد او السلسليك اسيد، اي كريم منهم. وبعد كده احط المرطب بقى بتاعي، اسيبه ساعة وبعدين احط المرطب بقى، او سيروم فيتامين سي او سيروم هيلورونيك اسيد، اي حاجة انا ماشي عليها. طيب، في ناس بقى بتروج لمنتجات تانية كتير، بيقولك المنتج ده هيستخدم مش عارف للمسامات الواسعة، هيضيق المسامات. لازم اتأكد المنتج ده فيه واحد من 3 حاجات، اللي هو يا اما الريتينويك اسيد يا اما المنديليك اسيد يا اما السالسيليك اسيد. الفراكشنال ليزر بقى، عشان في ناس بتقول ان هو بيعمل كده برضو، لا، هو بس بيشد البشرة، ملوش دعوة بالمسامات. الديرما بين والديرما رولر برضو ما بيعملوش كده، هما بيحسنوا افراز الكولاجين في البشرة وبيدوا نضارة، برضو ما بيعملوش كده، عشان في ناس برضو بتقول ان هما ممكن يعملوا كده.
بس وكده نكون عرفنا ايه هو العلاج الوحيد او الحل الوحيد للمسامات اللي موجودة في البشرة. ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبه في الكومنتات وهنرد عليه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد.